أهلا بيكم في فيلم جديد من قناة فيلم في السهرة. بيبدأ فيلمنا بالمقامر جاك وهو خارج من السجن بعد ما قضى فيه 7 سنين، وبنشوف إن السجن غير من شخصيته وخلاه شخص أهدى وأذكى أكتر من الأول. وبعد خروجه بيروح هو وأخوه بيلي يسهروا في أكبر وأشهر كازينو معروف في ولايتهم، وبيبقى رايح عشان يقابل زعيم المافيا دروسي واللي كان السبب في سجنه سرقة فلوسه، وبيبقى جاك ناوي يرجع منه فلوسه كلها. وبيدخل جاك وبيقعد على ترابيزة دروسي وبيقدر يلاعب واحد كان بيلعب على الترابيزة وبيكسبه في اللعبة. وبعدها بيروح جاك عشان ياخد فلوسه اللي كسبها من اللعبة، فبيجيله واحد من رجال دروسي واللي بيكون اسمه بول وبيقول له انه الزعيم، وبيقول له ان الزعيم عايزه يكمل اللعب معاه عشان ياخد حقه منه. لكن بيتدخل اخوه بيلي وبيستهزأ منه وبياخد اخوه عشان يمشوا، لكن بيوقف جاك واحد اسمه زاك وبيديله كارت وبيقول له انه في خطر وهيحتاج له. لكن جاك مش بيهتم بكلامه وبينزل على السلم، واول ما بينزل درجة على السلم بيغمى عليه وبيقع، والكارت اللي معاه بيقع منه، وبيكون زاك كاتب له فيه رسالة وبيقول له يركب الاسانسير وما ينزلش على السلم. وبيفوق جاك في المستشفى وبيكون الاطباء حواليه وبيطمنوه انه كويس ومفيش فيه حاجة، حتى انهم مش عارفين سبب اغمائه كان ايه. وفي نفس الوقت بنشوف دروسي وهو بيتكلم مع الحارس الشخصي بول، وبيقول له اكيد جاك طالع من السجن بعد المدة دي وعايز ينتقم مني لاني سرقت فلوسه، وبيطلب من بول انه يعين قاتل محترف ويخلص على جاك في اقرب وقت. وبيخرج جاك من المستشفى وبيبعت اخوه معاه حراس شخصيين لحمايته، ولما بيوصل لباب شقته بيلاحظ انها مفتوحة وبيلاقي كارت على الارض وبينزل عشان يجيبه، وبيكون مكتوب فيه انه يهرب بسرعة من المكان اللي هو فيه. وفي نفس اللحظة بينضرب على جاك ورجالته نار وبيموت كل حراس جاك، بس جاك بيقدر يهرب والرصاص مش بيجي فيه وبيجري يركب العربية، لكن بتيجي رصاصة في السواق بتاعه وبيموت هو كمان. في نفس الوقت بيجي زاك بسرعة وبيضرب عليهم نار وبياخد جاك ويهرب بيه. بعدها بنشوف القاتل وبيكون اسمه سورتر، وهو بيقول لنفسه ازاي قدر جاك يفلت منه، واكيد حد حذره لان مفيش حد يعرف يفلت من تحت ايد سورتر. وبيروح سورتر لدروسي وبيعرفه انه فشل في قتل جاك، وده اللي بيعصب دروسي جدا. بعدها بياخد جاك وبيروح بيه عند واحد شريكه اسمه آفي، وبيكون جاي له تقرير طبي عن حالته، وبيعرف انه اصاب بمرض خطير جدا وهيموت في خلال 3 ايام. وبيقول له زاك انه هيقدم له الحماية خلال ال3 ايام دول، بس بشرط انه يشتغل لصالحهم ال3 ايام دول وينفذ كل حاجة هيطلبها منه، كمان يرجع لهم كل الفلوس اللي خسروها. وبيدوا فرصة لجاك 3 ساعات عشان يفكر في العرض بتاعهم، بس جاك بيبقى مفكر انهم بيضحكوا عليه وعايزين يستغلوه، وبيقوم يمشي من غير ما يقول لهم حاجة. وبيروح للمستشفى عشان يعمل تحاليل، وفعلا التحاليل بتأكد انه مريض بمرض نادر وهيموت خلال 3 ايام. وبيكون جاك مش مصدق ده وبيشك انهم رشوا معمل التحاليل، وبيروح للدكتور بتاعه عشان يتأكد من التحاليل وبيأكد له ان التحاليل فعلا صحيحة وانه فعلا مريض. وقتها بيتعصب جاك على الدكتور وبيوجه المسدس ناحيته وبيهدده يعترف بالحقيقة ويقول له انهم اجبروه يقول كده، لكن الدكتور بيبقى مش فاهم حاجة من كلام جاك وبيقول له مفيش حد هددني بحاجة والتحاليل اللي قدامي صحيحة وفعلا بتثبت انك مريض. وبيقتنع جاك انه فعلا مريض وبيروح الخزنة وبيطلع كل فلوسه وبيروح يديها لزاك وآفي، وبعدها بياخدوه لأول زبون وبيكونوا بيتعاملوا بالقروض. وبيعرف انهم بيسلفوا رجال الاعمال اللي بيلعبوا قمار مبالغ كبيرة جدا بفايدة كبيرة جدا، وبيضطروا رجال الاعمال في الاخر انهم يدفعوا حتى لو خسروا، لان بتوصل بيهم العملية انهم يعذبوهم ويقتلوهم وبرضه بياخدوا فلوسهم في الاخر. بعدها بيسأل آفي جاك عن سبب خلافه مع دروسي زمان، وبيعرفوا جاك ان دروسي كان مشغل معاه 3 حراس لكن كانوا متخلفين وبيخسروه. وفي مرة جابوا له واحد يلعب قدام دروسي، لكن الراجل ده بيقدر يخسر دروسي وبيكسب الفلوس، وعشان يرجعوا فلوسهم تاني جابوا جاك واجبروه يلعب قصاد الراجل ده ويحاول يخسره، لكن بيستفز واحد من الموجودين وهم بيلعبوا، وبيقوم جاك وبيضرب عليهم نار وبيتخانقوا كلهم سوا، وفجأة النور بيقطع عليهم. ولما بيجي النور بيلاقوا ان الفلوس اللي كانت قدامهم اختفت، وتاني يوم بيلاقوا حد مبلغ عنه وبيهددوا دروسي بعيلة اخوه وبيبعت رجالة ليهم، ولما بتحاول مرات اخوه تقاوم بيقتلوها هي وطفلها. وبيدخل جاك السجن وبيرفض يجيب سيرة دروسي او يعرف حد انه مؤسس لعب القمار، وبيتحكم على جاك بالسجن وبيبقى قدامه اختيارين، وهو انه يقضي 14 سنة في السجن او يقضي 7 منهم بس لكن في سجن انفرادي، وبيختار انه ينسجن 7 سنين بس وبيقضيهم في السجن الانفرادي، وبتكون في غرفتين جنبه الاتنين برضه مسجونين في سجن انفرادي، وكل واحد فيهم ما كانش بيتكلم مع التاني لحد ما بدأوا يتواصلوا مع بعض عن طريق الكتب اللي كانت بتتبعت لهم من السجن، كانوا بيكتبوا فيها ملاحظات لبعض. وتعلم جاك منهم فنون الشطرنج وازاي يكسب في اي لعبة، وعرفوه كل الحيل اللي يكسب بيها. وفي الوقت ده ال3 دول كانوا بيخسروا دروسي فقتلهم لانهم بيضايقوه. وبعد كده بنشوف دروسي وبول وهم رايحين يقابلوا اكبر زعيم للعصابات ويعتبر الاب الروحي للجريمة في الولاية واسمه جولدن.
لكن هو مش بيقابل اي حد كده، وبتقابله مديرة اعماله وبيتفق معاها دروسي على صفقة مخدرات كبيرة، فبتوافق وبتحذره ان جولدن مش بيحب الغلط في شغله. بعدها بنشوف جاك وهو رايح لزاك وآفي وبيديهم شنطة فلوس كمان، وبيكمل لهم اللي حصل له في السجن، وبيقول لهم انهم فضلوا على الحال ده 5 سنين اتواصلوا، وبعدها قرروا انهم يهربوا من السجن، وخلوا جاك يساعدهم في سرقة البنك، ووعدوه انهم لما يخرجوا هيهربوه من السجن بعدها. بس هم بيخرجوا وبيضحكوا على جاك، وبيقضي باقي السنتين في السجن، ولما بيخرج مش بيعرف عنهم اي حاجة، وكمان بيكتشف انهم سرقوا كل فلوسه اللي كانت في البنك، وسابوا له رسالة كاتبين له فيها انه هيبقى ذكي لما يلعب مع خصم ذكي. بيبقى جاك مش فاهم مضمون الرسالة لحد ما بيفهم، وبيبدأ يتجول في الكازينوهات وبيلاعب ناس ويكسبهم بالخدع اللي اتعلمها منهم. بعدها بنشوف جاك وهو بيكمل شغله معاهم، وبيروح يدي للناس فلوس وبيهددهم بالقتل لو ما رجعوش الفلوس دي في الوقت المحدد ليهم، وبيأمروه زاك وآفي انه يروح يقتل واحدة عجوزة لانها اتأخرت عن دفع الفلوس. بس جاك مش بيقدر يقتلها وبيكذب عليهم، وبيقول لهم انه لما راح عندها لقاها ميتة. بعدها بيقرر زاك وآفي انهم يسرقوا خزنة دروسي، وبيروحوا وبيكسروا الحيطة وبيسحبوها بجنازير، بس بيكتشفوا انهم سرقوا بودرة المخدرات مش الفلوس، وبيكون بول هو اللي بدل الفلوس بالبودرة، وبيزعق له دروسي على تصرفه ده، وبيضطر دروسي انه يتفاوض مع رئيس العصابة ووافق انه يوفر له بودرة بدل اللي اتسرقت منه في اسرع وقت، لكن بمبلغ كبير جدا، وبيضطر دروسي انه يوافق. ولما بيجهزوا البودرة بيروح جاك مع زاك وآفي وبيدخلوا في أوضة جنب أوضتهم وبيقدروا يفتحوا فيها فتحة، وبينشروا غاز منوم لما بيشموه بيناموا كلهم، وبيدخلوا وبيسرقوا كل البضاعة الموجودة. بعدها بيرن بيري على أخوه جاك بيحذروه يمشي ويسيب زاك وآفي ويعرفوا إنهم خطرين جدا، لدرجة إن جولدن رئيس الجريمة الأكبر بيعمل لهم حساب ومش بيقدر يقرب منهم. لكن جاك مش بيسمع كلام أخوه وبيروح يكمل شغله معاهم، وبيشوف آفي وهو بيهدد واحد عليه فلوس متأخرة، وبيأمره جاك إنه يقتله، لكن جاك بيرفض وبيوجه المسدس على آفي عشان يقتله، لكن بيتفاجئ إن المسدس ما فيهوش رصاص، وبيضربوا آفي على دماغه فبيغمى عليه. لما بيصحى بيلاقي نفسه في اوضته في الفندق، وبتجيله مكالمة من آفي وبتقول له ان ال3 ايام عدوا وهو لسه عايش وما حصلوش حاجة، وبيقول له يروح للدكتور ويطمن على نفسه. وبيجيله بيلي اخوه في الفندق يطمن عليه وبيديله مسدس عشان يحميه. بعدها بيروح جاك للدكتور يعرض عليه حالته، وبيقول له الدكتور ان كل التقارير دي متشخصة غلط، وان حالته الجسدية كويسة جدا ومش متعرض لأي مرض او اي حاجة. فبينصدم جاك من كلامه وبيرن على آفي عشان يسأله هو ليه عمل معاه كل ده، لكن بيرد عليه آفي وبيقول له اصبر وهتعرف كل حاجة. وبيعرف دروسي ان جاك متورط في كل المشاكل اللي حصلت له، وبيأمر بول انه يقتل جاك في اسرع وقت. وبيروح جاك على الفندق وبيلاقي قدامه زاك وآفي، وبيحذروه ان رجاله دروسي مستنينه في الاوضه بتاعته عشان يقتلوه، وبسرعه بيهرب جاك منهم وبيجروا وراه، لكن واحد منهم بيقع وبيضرب نفسه بالمسدس بالغلط، فبيخاف بقيه رجاله دروسي وبيهربوا وهم مفكرين ان جاك هو اللي قتله. فبيروح بعدها جاك عند زاك وآفي في المكتب بتاعهم وبيسألهم ليه كل ده بيحصل، فبيعرفوه انه ضحك عليهم وما عرفهمش بقيه الحكايه صح، وان رجاله دروسي ما قتلهمش، وانهم استنوا جاك لما يخرج من السجن وطلبوا منه فلوس والا هيقتلوه، واتفق معاهم انه يديهم كل شهر مبلغ من الفلوس اللي هيكسبها، وبدأ بالفعل يديهم فلوس، وده طمعهم اكتر وطلبوا منه نسبة اكبر. بس اللي زاك وآفي ما يعرفوهوش ان جاك ما كانش بيخسر حاجة، وكان بيديهم من فلوس زاك وآفي. ولما زاك وآفي بيلاحظوا ان فلوسهم خلصت وما عادش معاهم فلوس يسلفوا بيها المقامرين، فبيضطروا يروحوا لدروسي ويستلفوا منه فلوس. فبيوافق دروسي ان يديهم فلوس، لكن بمقابل انهم يعرفوه الراجل الغامض اللي بيكسبهم فلوس. وبنشوف جاك بعدها وهو بيروح للكازينوهات وبيلعب عشان يكسب فلوس، وبياخد اخوه وبنته وبيسافروا يقضوا اجازة. في نفس الوقت بنشوف دروسي وهو بيتعشى في فندق، وبيقول له واحد من رجالته ان جاك هرب، وبيلاحظ القاتل صورتي صديقة جاك هناك وهي متنكرة في جرسونة، وبيضرب عليها نار وبيقتلها، وبيخرج بعدها عشان يقتل السواق بتاعها، لكن بتكون ما ماتتش، وبتطلع المسدس بتاعها وبتضرب بيه على راس دروس. وبنشوف بعدها جاك مع زاك وآفي فوق المبنى في الفندق، وبيقولوا له ان مفيش حد موجود هنا اسمه جولدن، وانه شخصية وهمية تعبر عن الذكاء والخداع، وبينصحوه يغير من مفاهيمه في لعب القمار. وبيروح بعدها جاك ويسرق كل فلوس دروسي من البنك وبيتبرع بيها للمؤسسات الخيرية، وبيروح لدروسي وبيعتذر له وبيقول له انه بالنسبة له اقوى زعيم عصابة، وبيعرفه ان اتبرع بكل فلوسه للمؤسسات الخيرية، وبيسيبه وبينزل في الاسانسير عشان يتغلب على خوفه. ولما بينزل بيلاقي دروسي مستنيه قدام باب الاسانسير وموجه المسدس ناحيته عشان يقتله، لكن جاك مش بيخاف وبيمشي من جنبه بكل ثقة، وده اللي بيعصب دروسي انه ما قدرش يضربه بالمسدس. بعدها بيجيب بول الجرايد لدروسي وبيشوف انه متصدر كل العناوين بسبب تبرعه الضخم للمؤسسات، وده بيبسط الناس منه وبيكون مبسوط جدا من الخبر ده. لكن فرحته مش بتدوم، لان مديرة اعمال جولدن بتروح له وبتعرفه ان جولدن مش حابب اللي بيحصل ده لانه مش بيحب الاعلام، وده مش كويس علشانك.
بعدها بيروح سورتر وبول وبقية رجالة دروسي عند بيلي وبيضربوه عشان يقول لهم على مكان أخوه، وبيكون بولي مخبي بنته لكن بيسمعوا صوتها وبيروح سورتر ياخدها وبيضرب كل رجالة دروسي بالرصاص وبيموتهم، لكن بيقدر واحد منهم إن يقتل سورتر في الآخر. بعدها بنشوف زاك وآفي وهم واخدين البودرة والفلوس ورايحين بيها عند دروسي، وبيلعب آفي مع جاك الشطرنج والأول مرة بيقدر يهزمه فيها، وبيعرفوا آفي إنهم هم كانوا أصحابه اللي معاه في السجن وكانوا مستنيين خروجه، وإنهم كانوا أصلا وهميين ومن وحي خياله. وبياخد جاك الفلوس والبودرة وبيدخل عند دروسي وبيشوفه وهو موجه المسدس على بنت أخوه، لكن كالعادة مش بيخاف جاك منه وبيفضل واقف مكانه، وده اللي بيزود جنون دروسي، وفي الآخر بيموت نفسه. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في قناة فيلم في السهرة. مع السلامة.